اي والله شي بشهي، شي بنوميس، شي بشل، يعني مو بشل، يعني اذا واحد اكل ما بيحسن يقوم دغري، بده شي ساعة ليقعد، لانه الاكلة كتير طيبة. اليوم رح نعمل أكلة من المطبخ الهندي، أكلة البرياني الجديدة شوي على مطبخنا العربي. رح نطير مع بعض للهند لنعمل هالأكلة هي ونشوف شو هي المكونات وشو هي المقادير وشلون بتصير هالأكلة. تابعوني لنشوف لآخر الفيديو شو هي الطريقة. لمكونات أكلتنا أنا بحاجة لمعلقة كبيرة من بهارات البرياني، معلقة وسط من الكمون الحب، معلقة صغيرة من اليانسون، ومعلقة كبيرة وربع من الملح، حبتين من اللومي، معلقة وسط من الكركم، معلقة وسط من بودرة الخضار، كوب كبير من الزيت النباتي. عندي ورقتين من الغار، عود من القرفة، 3 حبات من الهيل و3 حبات من كبش القرنفل. عندي حبتين من البصل قطعتهم وقليتهم لحتى حصلت على اللون البني. كمان ضمة كزبرة مقطعة تقريبا حوالي نصف كيلو. كمان عندي من الطماطم، كوب وربع كبار من اللبن، وعندي كيلو من الرز البسمتي اللي نقعته لمدة ساعة بمي دافية وصفيته وحصلت على هالنتيجة هي. رح نجي على اللحم اللي رح نطبخ فيه أكلتنا اليوم. أنا اخترت الفخذ ورك، قمت منه الجلد مثل ما شايفين وفتحتهم من الجهة هاي لحتى ما يبقى فيهم دم. تمام، شايفين؟ وغسلتهم صاروا نضاف. تمام. لو بتحبوا انتو تختاروا لحم عجل او لحم غنم لأكلة البرياني، نهائيا ما في عنا مشكلة. أكلة كتير سهلة، مكوناتها شوي ممكن تكون كتيرة، ما عندكم أي مشكلة. خليكم معي لنشوف شو هي طريقة عمل أطيب أكلة برياني. أهلا وسهلا فيكم من جديد. راح نبلش بطبختنا. راح نزل نص كمية الزيت اللي عندي، راح نزل الدجاج لحتى حمره شوي وياخد لون عندي ذهبي. ننزل كل كمية الدجاج، يلا راح نحاول نشوف شو صار فيهم من تحت. شايفين اخذوا شوية لون ذهبي، راح اقلبهم على الطرف الثاني. وهيك بيكونوا تقلوا عندي واخذوا حاجتهم مثل هاي. رح نزل اول شيء اللبن، رح نزل قسم او نص كمية البصل، راح نزل قسم كبير من الكزبرة المقطعة عندي، وراح نزل عليهم كمية بندورة المطبوخة كلها. بهالطريقة هي راح ياكلوا كلياتهم مع بعض، راح يستوي عندي الدجاج. تمام. راح نزل هلا البهارات الموجودة عندي. طبعا البهارات راح نزل هلا بودرة خضار، راح نزل بهارات البرياني، واليانسون، والكمون الحب،
ونص كمية الملح. ورح نزل حبة واحدة من اللومي. طبعا قطعة اللومي أنا قطعتها. رح نحركهم مع بعضهم. بتتشرب قطع الدجاج من البهارات اللي حطيناها. في شغلة بدي انبه عليها، أكلة البرياني أكلة هندية، والبرياني ممكن تشوفوها عم تصير بأكثر من طريقة. حتى هي هالأكلة هي بالهند بيسوى بأكثر من طريقة. الهند كبيرة، بشمال الهند بيساووا البرياني غير، بجنوب الهند غير، بوسط الهند كل واحد له طريقة. يعني ما تستغربوا لو شفتوا كل حدا عم يساوي البرياني بطريقة مختلفة. في عنا زنجبيل والثوم دائما بيكونوا موجودين بتتبيلة البرياني. اليوم نحن استعضنا عنهم لأنه أنا عندي بهارات برياني ما حطيت لا توم ولا زنجبيل. تمام. لو ما كان عندكم بهارات برياني ممكن أو لازم نحط الثوم المدوب، ولازم نحط كمان الزنجبيل الأخضر نبرشه ونحطه معه. تمام. هي النواحي نحن لازم ننبه عليه. شايفين الدجاج رح يتخرق فيه كل هالنكهات وهالبهارات اللي حطيناها، وتاخد من طعمة الكزبرة الخضراء كمان والبصل اللي حطيناه. رح نغطيهم ونتركهم لمدة حوالي ربع ساعة، نرجع نشوف شو رح يصير فيهم. لحتى اسلق الرز عندي كمية وافرة من المي، رح اضيف لها الزيت، كمية الزيت اللي بقيت عندي. تمام. رح اضيف حبة اللومي، ورح اضيف الهيل مع كبش القرنفل مع القرفة، ورح اضيف الملح، وخلي المي لحتى تغلي. بعدين بصقيت فيها الرز. المي مثل ما شايفين غلت عندي. رح نزل الرز عليها. يعني مثل ما حكينا لازم كمية المي تكون منيحة أو وافرة أو كثيرة. شايفين الرز اتسقط بقلب المي وعم يغلي. رح خليه يستوي 3/4 السلقة. بعد حوالي شي 10 دقايق تقريبا رح نطالعه ونفرجيكم حبة الرز قديش بصير حجمها وقديش اكتسبت من الاستواء. يلا رح شوف طنجرة الدجاج اللي عم بسلقه شو صار فيها. شايفين اخذ لون تقريبا اكتسب استوى، واخذ من طعمات بهارات البرياني اللي حكينا عنها. رح نزل اخر خطوة الكركم، وزعه. تمام. حركهم شوي. يا سلام، الريحة كتير 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 طيبة، شي بشهي. رح غطيهم واتركهم كمان حوالي 5 دقايق لبين ما يغلي الرز معي. بنرجع للخطوة الأخيرة، بنسقط الرز فوق البرياني. خليكم معي لنشوف شو هي الخطوات اللي بعدها. الرز مثل ما شايفين انسلق عندي. رح صفيه من المي وارجع انزله فوق الدجاج. بعد ما صفيت الرز من المي رح نزله فوق الدجاج. يعني اوه، شوية كزبرة على الوش، وشوية بصل مقلي، ومنغطيهم نستناهم ليتهدوا على نار كتير خفيفة لمدة حوالي ربع ساعة. بعد تقريبا ربع ساعة رح نشوف شو صار بالرز. الله، يا عيني يا عيني يا عيني. رح نضيف الخطوة الأخيرة حبة الفحم عليه. يا سلام. شوية زيت. شوفوا لي على المنظر يا جماعة، شوفوا لي على المنظر، شي بشكلي يعني
ريحة ولا أطيب ولا أشياء من هيك. يا عين على عنب الزين، شايفين الدخان؟ هاي أكلة البرياني المدخنة. راح نشيل الفحمة نحطها على جنب. يا سلام، شايفين الرز؟ أكلة البرياني ولا أشهى ولا أطيب من هيك. جبنا لكم الهند كلياتها، بدل ما تروح على الهند جبت لكم الهند كلها لعنكم. شوفوا لي الرز شلون مفلفل. الخطوة الأخيرة راح نصب ونبلش طرق. يلا اجينا للخطوة الأخيرة والخطوة الحاسمة وللجولة الأخيرة للضربة القاضية. شوفوا لي على هالقلبة اللي رح نقلبها الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني، اوه شغلة بتشهي. دقيقتين ثلاثة هيك من فوق ونرفع الغطاء. شوفوا لي على المنظر. اوه يا سلام، شي بشهي. أكلة ولا أطيب ولا أشهى من هيك. هالبرياني راح نضيف له في آخر خطوة الكزبرة اللي بقيوا عنا، وراح نضيف كمان البصل المقلي آخر كمية اللي خليناها نحطها على وش البرياني. الريحة شي بشهي. اي والله شي بشهي، شي بينوميس، شي بشل. يعني مو بشل يعني إذا واحد أكل ما بيحسن يقوم دغري، بده شي ساعة ليقعد، لأنه الأكلة كتير طيبة. أكلة البرياني الوصفة بتلاقوها تحت الفيديو. لكل اللي عم يتابع قناتي ولسه ما اشترك، اشتركوا وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. معكم الشيف حسام، بلا فخر بكل أكلة عم يترك لكم بصمة، وبأمان الله رح نترككم.